مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، في هذه اللحظات يقف الى جانبي الاستاذ هاني الحارثي مدير منشاه نادي عكاظ الرياضي بمحافظه الطائف، ضمن المتواجدين في صفوف فريق الراقي المشارك في مكه المكرمه اليوم. اليوم ظهور اول لفريق الراقي ممثل الكره الطائفيه في بطوله اكاديميه نور. حدثنا اكثر عما شاهدته، كيف كان اليوم التواجد بالنسبه لكم في اليوم الاول في بطوله اكاديميه نور؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم على الاستضافة، شكرا لكم على تنظيم هذه البطولة الرائعة، بطولة جدا ممتازة. جينا مساندين الفريق الطائف، قدم مباراة جميلة ضد أكاديمية نور اللي مليانة بالنجوم. اللقاء أول نتيجة إيجابية بحول الله وقوته، والقادم أفضل إلى نهاية البطولة. أتمنى لهم التوفيق أولا وأخيرا. شكرا لكم على التنظيم الرائع. اليوم نتحدث عن أنك مدير منشأة رياضية تحت مظلة وزارة الرياضة في الطائف. اليوم لما تتواجد في منشأة رياضية على مستوى المناطق والهواة، منشأة خاصة بهذه التجهيزات، إيش رأيك وإيش أكثر شيء لفت انتباهك؟ ما شاء الله تبارك الله، منشأة الأهم فيها أنه يكون فيها استضافة جماهير على شكل مميز وشكل راقي، وأن يكون فيها مدرج كويس يسير الجماهير، تنظيم عالي جدا، الجمهور مفصول عن الجهاز الفني والإداري والمنصة الشرفية. منشأة بشكل كامل، يشكر على من قام بترتيبها بهذا الشيء. أتمنى لهم التوفيق بحول الله وقوته في قادم البطولات، وهذه من المنشآت السابقة والمنشآت إن شاء الله المستقبلية اللي تستضيف أكثر من بطولة في مدينة مكة. سعداء كثيرا متواجدك، شاكرين لك إتاحة الفرصة، يعطيك العافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك. كبير.